لو ابنك من النوع اللي لما تدخلي السوبر ماركت بيشبط في اي حاجه ويقعد يعيط وانت في الاخر علشان ما تتحرجيش بتقومي شاريها له. انت عارفه السوبر ماركت بيحط دايما الحاجه اللي هي خاصه بالاطفال عند الكاشير، بحيث ان انت لما تبقي واقفه تقعدي تفكري كده بنفسك، او حتى طفلك بيشبط فيها فتبقي مضطره ان انت تشتريها له وانت بتدفعي. ودي خطه تسويقيه فظيعه يعني. طيب احنا هنعمل ايه؟ اول حاجه تخليكي هاديه، ما تنفعليش وما تتحرجيش. احنا كلنا عدينا بالمرحلة دي. مفيش ما عندهاش طفل ما بيشبطش في حاجة، بس انتي على حسب ما تعوديه. لو انتي كل مرة هيقعد يعيط هتجيبي له الحاجة اللي هو عاوزها، هيبقى نظام حياته كلها كده. اهدي وخليه يعيط، مش مهم ان هو يعيط، بس قبل ما ننزل بعد كده السوبر ماركت او اي مكان، مكان فيه لعب، مكان فيه حاجات اغراءات للطفل، قولي له ان احنا رايحين المكان ده واحنا مش هينفع نشتري حاجة او ينفع نشتري حاجة واحدة بس، واتفقي معاه. شبت في حاجة تانية ما تجيبيهاش. انا عارفة ان احنا مش هنعمل كده، بس بالتدريج هنعرف نعمل كده. طبعا انت هتبقي متفقة مع زوجك مثلا او صاحبتك ان هي ما تجيش تتبرع وتقول لك خلاص انا هشتريها له انا معلش المرة دي. لا، احنا متفقين كلنا ان احنا هنتجاهل نوبة الغضب دي، وهنسيبه يعيط عشان يعرف ان مش كل حاجة يعيط عليها ينفع نعملها. تاني حاجة اديله اختيارات. يعني احنا النهاردة هينفع ننزل نجيب لعبة واحدة، ما ينفعش نجيب اكتر من واحدة. خليه يحس ان هو المسيطر، بحيث ودخليه قولي له اختار اللعبة اللي انت عاوزها او اختار الحاجة اللي انت عاوزها. طيب تعملي ايه وسط نوبة الغضب دي؟ هتعملي ايه؟ هيفضل يعيط ما بيبطلش، طفل صعب. شتتي انتباهه. قولي له تعالى نروح نتفرج على ده، تعالى نروح نكلم بابا. كده اعملي الكلام ده. لو طفلك سمع كلامك في مرة امدحيه بقى. يعني قولي له انت النهارده كنت شاطر، احنا بعد كده هننزل الاسبوع الجاي علشان انت شاطر نجيب لك بقى حاجة اللي انت كنت عاوزها. اخر حاجة علميه ان هو يخرج مشاعره السلبية بطريقة كويسة. يعني ايه؟ بمعنى ان هو في ساعات اطفال ما بتقدرش تعبر عن مشاعرها، فبيقعدوا يعيطوا بس ما بيقدروش يتكلموا. فانتي فهميه ان انا فهماك وحاسه بيك، واحنا في المره الجايه ممكن نجيب اللي انت عاوزه، ما ينفعش النهارده عشان احنا متفقين ان احنا هنجيب حاجه واحده. او شاركيه معاكي، يعني مثلا نعمل لستة بالحاجات اللي احنا عايزين نجيبها وما ينفعش نطلع عن الليسته دي. قولي له انا النهارده البادجت بتاعتي، الميزانيه بتاعتي على قد الحاجات اللي احنا هنجيبها، واحد اتنين تلاته. مع الوقت هتقدري تسيطري على الغضب وتسيطري على فكرة ان هو لا، اللي انا عاوزه لازم هاخده بالعياط. ومع الوقت هتقدري تعوديه. الروتين مهم جدا في تعليم الطفل في اي حاجة في حياته. تقدري تغيري بيها اي اسلوب انت مش عاجبك او اي حاجة سلبية.